أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة يانك فيريرا قائمة نادي الزمالك لمواجهة نكيداها الصومالي اليوم في الكونفدرالية في دور 32. وشهدت القائمة عودة عدي الدباغ بعد تعافيه من الإصابة، والإعداد للمباراة اكتمل بالأمس، ودخول الفريق في معسكر مغلق استعدادا للمباراة. إدارة نادي الزمالك تحسم ملف تجديد عقود لاعبين أساسيين على رأسهم الكابتن حسام عبد المجيد وأحمد السيد، بينما هناك ملف آخر لأحمد حمدي لا يزال مفتوحا بسبب التحديات المالية. وإدارة نادي الزمالك أوضحت أنها لن تستقيل رغم الأزمة القائمة بشأن أرض 6 أكتوبر. متنساش تعمل لايك وصل على النبي عليه الصلاة والسلام وتشترك في القناة.